أهلا. اليوم تابعنا جوج تصريحات إطار ما أصبح يعرف بتهديد المغرب بعدم المشاركة في كأس أفريقيا المحليين في حالة لو لم يتم السماح له بالذهاب مباشرة إلى قسنطينة يوم 10 يناير للمشاركة في كأس أفريقيا المحليين. التصريح الأول يهم رشيد أوكالي رئيس اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا المحليين بالجزائر. ثم أي هناك تصريح فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد انعقاد المجلس الحكومي اليوم بالرباط. بالنسبة للسيد رشيد أوكالي قدم تصريح يقول فيه بأنه الجزائر أو اللجنة المنظمة لا علاقة لها بما هو خارج التراب الجزائري أو ما يتعلق بالرحلات الجوية، والأمر يتعلق في إطار مهام اللجنة المنظمة هو أنها تقوم بتسهيل المأمورية على مستوى الطيران الداخلي والحافلات إلى آخره. هنا نود نشير بأنه هذا التصريح هذا ديال السي رشيد أوكالي ربما تصريح تيبقى حدود الداخل كما هو المسؤولية ديال التنظيم تيقول بأنه هي محدودة جغرافيا، حتى التصريح ديالو محدود جغرافيا. لماذا؟ لأنه تيبقى رئيس اللجنة المنظمة كأس أفريقيا المحليين في الجزائر. الأمر ما تتعلقش باللجنة المنظمة التابعة للكاف. المغرب صيفط البلاغ ديالو والرسالة ديالو للكاف اللي هي المعنيه الاول باعتبارها الراعيه الاولى للتظاهره، وثانيا اللي معني بشكل ثانوي او اللي مكلف اداريا وتقنيا وماليا وكل شيء في التنظيم هي اللجنه المنظمه لكأس افريقيا التابعه للكاف التي تعين وفق الماده 2 من دفتر التحملات ديال كأس افريقيا المحليين الشان. وبالتالي هذه اللجنه هذه هي لديها صلاحيه انها تقوم بعده اشياء. نعطيك كمثال، هاد اللجنه هذه عندها السلطه انها تقرر في عده اشياء اثناء تنظيم كأس افريقيا المحليين. هي المشرفه، ولو انك انت بلد مستضيف فانه هي التي لها صلاحيه اتخاذ القرار، ايضا بطبيعه الحال تعلمك وتشعرك من اجل اخذ موافقه ديال الجهاز الحكومي ديال البلد المستضيف، ولكن هي عندها السلطه الكامله، بل انه حتى الماده 77 تعطيها صلاحيه انها تشكل لجان فرعيه وتكون حاضره في الجزائر مثلا كبلد مضيف، سواء لجنه طبيه او لجنه تحكيم او لجنه تقنيه او لجنه استشاريه، وتكون هي عندها القرار الاول والاخير هذه اللجنه المنظمه. بل ان هذه اللجنه المنظمه هذه هي اللي تتكلف بالتصفيات ديال كأس افريقيا المحليين منذ البدايه الى غايه المباريات النهائيه في الجزائر. هي عندها صلاحيه في كل شيء، فرض النزاعات، اجراء المباريات، تحديد التواريخ، تحديد كل شيء، وايضا فرض عقوبات و الى اخره. هذا هو الدور ديال اللجنه، يعني هي باش تميزوا بينها وبين اللجنه المنظمه المحليه اللي يشرح عليها السي رشيد أوكالي، اللي ربما التصريح ديالو يبقى حدود الجزائر وحدود تصريف واحد الخطاب داخلي، وبالتالي هو لا يعني بلاغ الجامعه في شيء، لانه الجامعه تواصلت مع الكاف وتواصلت مع الجهاز الاعلى والمكلف بالرد، وبالتالي ما قاله السي رشيد أوكالي وتنقلته وسائل الاعلام، وربما بعض وسائل الاعلام حرفت او ربما بدون بحسن نيه او بسوء نيه قالت الكاف ترد على المغرب. الكاف لم يرد على المغرب بعد، هي لجنه محليه للتنظيم ردت على اسئله الصحفيين بالداخل، وبالتالي تصريحه هو فقط حدود الجغرافيه ديال الجزائر. اكثر من ذلك هو انه فاش نهضروا على مطالب المغرب فخصنا نعرفوا بانه بالاضافه لدفتر التحملات ديال الشام هناك واحد الاتفاق تتعقد بين الجامعه المستضيفه واللجنه والكاف، وتتوقع من طرف الدوله المنظمه، وهو اللي فيه كل ما يتعلق بالنظام والامن في التوجه الملاعب، وايضا بجانب التدريب، وبجانب ايضا حتى الفنادق. وباش نضيف امر اخر هو انه في التعقيب الاعلامي ديال الاخوه بالجزائر هو انهم مشاو حرصوا، وبما فيهم حتى السي رشيد أوكالي رئيس لجنه التنظيم بالجزائر، مشاو تيقلبوا في حيثيات او في تفاصيل دفتر التحملات ديال الشان، وقالوا بان ما كاينش هناك تسهيلات المفروض انه تعطيها الدوله المضيفه للمنتخبات الحاضره او التي يعني اللي غادي تشارك في كأس افريقيا. هنا ربما الاشكال هو انه تم حصر الامر في
ضفر التحملات ديال الشان، علما ان الامر اعمق من ذلك، بدليل ان النظام الاساسي ديال الكاف يشير في مادته الثالثه الى تاسيس لجنه تنظيم كاس افريقيا المحليين تابعه للكاف وما تابعاش الجزائر. وبالتالي هذا تيحن على ايش؟ على ان هناك انظمه اخرى وهناك مساطر اخرى وهناك ودفاتر تحملات اخرى اللي تتشوف الامور بشكل اعمق وتتهضر على تسهيلات بشكل كبير. لانه لا يعقل انه الجامعه الملكيه المغربيه انه غادي تستيقظ واحد الصباح وتنوض دير هذا البلاغ هذا، وهذا البلاغ ما دارته حتى عارفه بانه كاين هناك سند قانوني وهناك ترتيبات موجوده وهناك تسهيلات مفروض على الدوله المضيفه انها تلتزم بها من اجل منح وتسهيل الماموريه امام المنتخبات المشاركه. هذا يخلينا ننتظروا يعني جواب الكاف ولا ننتظروا جواب الاخوه بالجزائر حتى نوضح هذه النقطه هذه. وحتى في حاله وجود قرار سلبي من الكاف ربما هذا امر عادي والمغرب غادي يلتزم بالبلاغ ديالو وغادي يقاطع الدوره هذه، ما فيهاش مساله ديال التسويه، لانه هذا قرار خذا المغرب بالغ بشكل واضح وكان واضح فيه بانه عدم السماح له بتوجه طائره مغربيه الى قسنطينه باش انه يكون السفر في ساعه ونص عوض 10 سوايع لانه خصو يتوجه لتونس ويرجع بما فيها الاسكان وكذا، فهو تيقول بانه لن يشارك في هذه الدوره رغم انه حامل لقب ديال هذه الدوره هذه دورتين متتاليتين ويبحث عن اللقب الثالث من اجل الاحتفاظ بهذا الكاس كما تنص على ذلك دفتر التحملات ديال الشام. الان غادي ندوز للتصريح ديال فوزي القجع. فوزي القجع بعد انتهاء المجلس الحكومي ولو انه يحضر بصفته ككاتب الدوله في الميزانيه، فانه كان السؤال متوجه لي بخصوص الامر هذا، وربما نطلب من الاخوان انهم يرجعوا للتصريح ديال فوزي القجع ويدقوا في واحد النقطه اساسيه. فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ما شارش فقط بانه المغرب غادي يتوجه في 10 يناير الى قسنطينه، بل هضر على تحت التوقيت قال 2:45 دقيقه. تابعوا معايا 2:45 دقيقه، يعني كما لو انه الشخص ثقه كبيره انه القرار غادي يكون صالح المغرب وبانه عطيت التوقيت اللي غادي يكون المغرب غادي تنزل فيه الطائره او تنطلق من هنا من المغرب بهذا التدقيق هذا. ربما شخص اللي غادي يتحدث على واش القرار يمكن يكون صالح المغرب ماشي في صالحه ما غاديش يهضر بهذا التدقيق هذا فقط غير تخمين شخصي او تكهن شخصي، وربما الايام بيننا تقدر تاكد هذا الامر هذا او انها تقدر تعطينا امر اخر في حاله رفض الكاف لطلب المغرب. وهنا عودوا بالذاكره المسار اللي قطعته قضيه الوداد والاهلي في نهائي كاس عصبه الابطال الافريقيه، وتابعوا تصريحات فوزي القجع. ربما ما تكثرش من التصريحات، ما تكثرش من الطرطره، ولكن العبره بالخواتيم. وهنا كنشوف بان التصريح ديالو اليوم كان موجز وكان فعال وربما تحمل اشارات اخرى. اتمنى ذلك. المغرب عنده اول مباراه يوم 15 امام السودان، في حاله طبيعه الحال توجه الطائره ديال الخطوط الملكيه الجويه المغربيه الى قسنطينه، وايضا بعد موافقه الكاف، وايضا بعد قبول الاخوان الجزائريين بهذا الامر هذا، لانه باخر المطاف حنايا ضيوف عندهم في البلد ديالهم بطبيعه الحال، واكرام الضيف من شيم العرب ومن شيم المغاربيين ومن شيم اخوان الجزائر كما هو الامر بالنسبه للمغرب. المباراه الثانيه امام مدغشقر، ثم المباراه الثالثه يوم 19 امام مدغشقر، ثم المباراه الثالثه امام غانا في 23 يناير. المغرب في حال عدم المشاركه ديالو اصراره على المقاطعه فانه غادي يقدم 150,000 دولار للاتحاد الافريقي وما غاديش يشارك في دورتين، وغتكون سابقه انه حامل لقب دورتين لا يشارك في الدوره المواليه، سابقه في تاريخ الكؤوس، ماشي فقط الكؤوس ديال الشان ولكن حتى كاس افريقيا للامم. اذا الكاف او المغرب تنتظر قرار الكاف ولا ينتظر قرار الاخ رشيد اوكلي مشكورا اللي تحدث للصحافه المحليه ودار عمليه تصريف على الخطاب الداخلي. المغرب تنتظر تصريح قرار الكاف اللي وربما انا متاكد
وعندي واحد ربما شبه يقين انه ما يمكنش انه الجامعه الملكيه المغربيه انها تخط واحد البلاغ بهذه الحده هذه وبهذه الثقه اللي جات في التصريح ديال فوزي القيع اليوم، والا عنده مبررات عنده سند قانوني وعنده امور اوضح، لان الامر لا يتعلق بدفع تحملات الشان، بل يتعلق ايضا بالنظام الاساسي للكاف وبالنظام الخاص بتنظيم التظاهرات، واللي هي المفروض جرت الامور في العالم كامل على انه الدوله المضيفه توجد جميع التسهيلات. وشخصيا كنت في قطر ولاحظت التسهيلات فوق المعتاد اللي قامت بها من اجل تسهيل المأمورية على جميع المنتخبات. الى ذلك طاب يومكم.